مي. مي. نعم يا بابا. انت فين يا حبيبتي؟ انا جايه يا بابا، ثواني. حضرتك صليت؟ اوه من بدري ولبست هدومي كمان. طيب اتفضل على السفره وانا هجيب الفطار. انا عايز اعرف بس انت بتعملي ايه هنا؟ حضرتك اللي بتعمل ايه هنا؟ يلا على السفره وانا هجيب لحضرتك الفطار والحد عندك. فطار ايه يا حبيبتي؟ هنا كل واحد هيلب يور سيلف، يعني كل واحد يخدم نفسه بنفسه. هنا مفيش حد بيفكر حتى ياكل. وشوف بقى حضرتك تنسى فكره هيلب يور سيلف دي خالص وتنسى اكلك في المطاعم. يلا حضرتك على السفره وانا هناولك الصينيه من هنا. ايه يا بابا واقف ليه؟ كده هتاخر على الشغل. طب ايه رايك لو نفطر هنا؟ لا، على السفره يا باشمهندس، نحن الان هنا. انت لسه واقف يا بابا؟ واقف بتفرج. تتفرج على ايه؟ على اجمل واحلى بنت في الدنيا وهي بتجهز الفطار لباباها. لا خد بالك، في مواعيد كمان للغدا. ايه ده، انت هتطبخي وتغدينا كمان؟ وهعشيك وهتصحى في ميعادك وتنام في ميعادك. احنا ما عندناش ابهات يمشوا على حل شعرهم. ولا حضرتك عجبك عيشه العزاب؟ هو انت قررت ما تاكلش بره ولا لازم تاكل مع المدام؟ مش المدام. الاولاد؟ اصلهم بيحبوا يقعدوا على السفره مع باباهم. هي مدام زهره ابتدت تعمل معاك الشغل ده ولا ايه؟ شغل ايه؟ تسلط عليك الاولاد. ما هي عارفه ان انت ضعيف قدامهم وما تقدرش تقول لهم لا. شغل ستات يعني. طب كملي اكلك. ايه؟ خلصت قهوتك ومستعجل على البيت؟ خلصتي اكلك؟ ما بترديش ليه؟ هرد على ايه؟ ما انا قدامك اهو، شايفني ما اكلتش طبقي زي ما هو. طب خلاص كلي بقى. اقول لك بصراحه، هتقولي لي انك انت مالكيش نفس لدرجه ان انا مش قادره ابلع. صدت نفسك؟ يا احمد انت عارف ان الحاجه الوحيده اللي بحس فيها ان انا معاك واحنا بنتغدى او بنتعشى سوا. ميرفت، انا مش عاوزك تنسي ان انا متجوز وعندك اولاد، عارفه ومش ناسيه. افتكر انت بقى ان انا عمري ما طلبت منك حاجه ومش ناويه اطلب. نقوم بقى لحسن صوتنا ابتدى يعلى والناس هتسمع اللي بينا. مات لو سمحتي الحساب. اتفضل حضرتك، مستعجله حاسب انا. ما يصحش. هو ده بس اللي ما يصحش؟ ميرفت استني بس. ميرفت استني بس. ممكن تهدي شويه؟ انا هاديه، حضرتك اللي مستعجل. لا انا مش مستعجل. ممكن نقعد مع بعض شويه؟ تقعد معايا فين؟ في المطعم. هندخل مطعم تاني؟ ايوه هندخل مطعم، بس مش هنقعد في نفس الترابيزه ولا هندخل من نفس المكان. لا معلش. طب واذا كنت محتاج اتكلم معاكي؟ يلا بقى بلاش عند. يلا. عارف ايه المشكله؟ المشكله انك عارف ان انا ضعيفه من ناحيتك، بس ارجوك ما تستغلش ضعفي ده. ميرفت انا فاكر مره في الكويت كنت قلتي لي انك انت حبيتيني لحبي لاولادي ولمراتك كمان، انا فاكره. طب متضايقه ليه الحب ليهم؟ انا متضايقه من حبك ليهم؟ ابقى بكرهك؟ طب ما عاوزه ايه؟ نفسي تحبني انا كمان، اعتبرني واحده زيهم، حبني زي ما بتحب بنتك. انت بنتي واختي وحبيبتي وصاحبتي. وايه كمان؟ ومراتي. مراتك؟ قصدي قبل كده، سابقا يعني في الكويت. مراتك اللي اتجوزتها في السر وطلقتها في السر. واللي مش قادر انساها ولا ابعد عنها. ولا تقرب منها.
لا بقرب، بس غصب عني يا ميرفت، المسألة مش سهلة. بقرب لحد فين؟ الله أعلم. أروح أنا بقى أتغدى مع ولادي. بابا خد بالك. ايه يا مي، في ايه؟ مش كده يا باشمهندس، عنك لو سمحت. لو سمحت انت خليكي في اللي في ايدك. اللي في ايدي ايه يا بابا؟ انت كده هتدلدق الدنيا. مي ما تحسسنيش ان انا ما اعرفش اعمل حاجه. لا يا بابا، انت سيد بيت ممتاز وكل حاجه، بس خليني انا اغرف الشوربه وحضرتك قطع المكرونه حطها في الطبق. يلا يا بابا خليني اشوف شغل. اتفضلي. بابا قطع المكرونه عدل واوعى تجرح الصينيه. حاضر يا خبير. ها، ايه الاخبار؟ انا جهد. ده فين يا ابني؟ انا هنا يا بابا، مش حضرتك اللي قلت لي ارصد طباعه على السفره؟ وهي دي شغلانه؟ وانت كده دايما تيجي تاكل على الجاهز. خد يا وليد السلطه وخليك هنا علشان اناولك بقيه الاطباق. حاضر، خليكم فاكرين اديني بتعاون وبشتغل اهو. بابا ايه يا مي، في ايه؟ المكرونه بقت سباكيتي مش فرن. اقول لك الحقيقه؟ ما ينفعش في المطبخ. لا ومش كده وبس، في اكتر من كده كمان؟ معطلني. اوكي انا اسف، انا غلطان. ما هي دي اخرتها، اخرة خدمة الغز علقة زي ما جدتك كانت بتقول. يلا يا وليد كل واتغذى عشان انت تعبان. تعبان من ايه؟ المذاكره والسهر طبعا، امال من ايه؟ سهر مفيش، سهر خارج البيت من هنا ورايح مفيش. إذا كان في دروس، الدروس كلها هتبقى هنا. إيه يا حبيبتي، أنا هشرب الشوربة دي كلها. اه هتشربها كلها، وما تنساش السلطه الخضراء كمان. حاضر. النهارده بس ابتديت أحس بقيمة الست في البيت. ايه ده؟ وحضرتك ما كنتش حاسس بقيمتنا ولا ايه يا بابا؟ لا بصراحة الفترة اللي فاتت حسيت بقيمتها. احنا فعلا محتاجين واحدة في البيت. ايه ده؟ وانا مش مالي عينيك يا بابا؟ ليه بقى، انت هتسيبي دراستك وتسيبي كليتك وتقعدي تطبخي لنا؟ لا احنا محتاجين واحدة تشيلنا كلنا، واحدة يكون قلبها علينا زي ما بيقولوا. انا اعرف واحده مناسبه قوي وممكن تخدمنا كويس ويبقى قلبها علينا وعلى البيت، بس هي هتبقى غاليه شويه. فيلبينية دي بقى ولا ايه؟ لا فلبينيه دي مصريه وانسانه عظيمه. تطلع مين بقى؟ ماما. متهيألي مفيش أحسن منها ترعانا، وده رأيي أنا وليد. هي أكتر واحدة هيبقى قلبها علينا، وده أكيد رأي حضرتك يا بابا. أنا من رأيي إن كنتوا تنسوا إنها ممكن ترجع هنا تاني. ننسى؟ أيوة تنسى. أيوة يا بابا، بس في حد ينسى مامته؟ هي هتنسى تنسانا؟ وهتعيش حياتها، واحنا كمان لازم نعيش حياتنا. لا يا بابا، ماما مش هتقدر تستحمل تعيش بعيدة عننا أنا ووليد. حضرتك بس سيبنا وإحنا هنتصرف، ومرة في مرة هتحس إنها بتخسرنا وهترجع. انتوا متفقين بقى؟ هو مش اتفاق يعني، بس بابا احنا بنحب ماما قوي زي ما بنحب حضرتك، وبنحب بيتنا وعيلتنا اللي كانت اسعد عيله في الدنيا، ومن حقنا ندافع عنها. مامتكم مسافرة امتى؟ بكره في طياره الساعه 4. تصور يا بابا لما ماما تسافر من غير ما نوصلها ولا تشوفنا. يبقى لازم تشوفكم. تشوفنا ازاي؟ زي الناس يا حبيبتي، هي الناس بتشوف بعضها ازاي؟ هنروح لها الفيلا؟ لا يا حبيبي، هتروحوا لها المطار. المطار؟ حقيقي ده؟ ايوه يا حبيبتي، لازم تلاقيكوا قدامها ولازم تسلموا عليها وتبوسوها وتقولوا لها ترجع لنا بالسلامة. دي مامتكم، حتى لو كنتوا بتضغطوا عليها
وزعلانين منها، فده حقها. لازم تحس قد ايه انتوا بتحبوها زي ما انا حاسس قد ايه انتوا بتحبوني. يا ولاد، دي مامتكم، لازم تحبوها اكتر ما بتحبوني 3 مرات. مش الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما الراجل جه وسأله مين أكتر إنسان في الدنيا دي يحبه، قال له أمك، ثم أمك، ثم أمك. هي ليها فيكوا 3/4 وأنا الربع. يا تاكلوا يا تشيلوا الأكل.